والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا وحوش التك؟ معاكم خيري تك. والفيديو النهارده رايق وجميل زي ما بدخل عليكم كده بفيديوهات دايما رايقة وجميلة، عشان بكل بساطة يا صديقي النهارده انا مش جايب لك مجرد موقع، انا جايب لك قصة نجاح وجايب لك كمان هدية في اخر الفيديو مني ومن الموقع. وقصة النجاح اللي انا هكلمك فيها النهارده هي قصة نجاح موقع للعمل الحر يا دوب ابتدى من فترة بسيطة بس هيغزو العالم تقريبا. تعال اعرفك على موقع ساعد بيساعد. والمنصة دي يا صديقي بكل بساطة هي منصة أردنية عربية. يا أخي والله العظيم تحيا العرب، لأنك يا صديقي من خلالها هتقدر تبقى فريلانسر غصب عنك. وخلوني بقى ما احرقش المفاجأة في أول الفيديو وتعالوا أما أحكي لكم قصة النجاح. وقصة النجاح يا صديقي بكل بساطة ان انا في الاول الادارة بتاعت الموقع كلموني، كنت مجرد بعمل لهم دعاية واتكلمت عنهم على الانستجرام وتيك توك قبل كده. بس بصراحة ربنا الناس من اهتمامها ان هي تدخل معايا ميتنج وتعرفني ابديتس الموقع والتطورات اللي هم كانوا ناويين يعملوها وبالفعل عملوها، خلت يبقى عندي فضول كبير قوي ان انا اعمل لي مكتب خاص وبروفايل في الموقع على اساس ان انا بروفايدر او فريلانسر وكمان ان انا انفلونسر. وبالمناسبة ان في كذا نوع من انواع الفريلانسرز انت تقدر تبقى جواه، يعني صدقني مهما كان تخصصك كفريلانسر انت هتلاقي القسم بتاعك جوه. ولما عملت يا صديقي البروفايل والمكتب بتاعي نزلت ستوري على الانستجرام ان انا بقيت على منصه ساعد للعمل الحر، وبالفعل كان بها لقيت ناس دخلت تكلمني. الناس دي بكل بساطه معلنين، بس المعلن ده ممكن يبقى عنده فكره ان هو عايز وسيط يامن فلوسه اللي هو هيدفعها وفي نفس الوقت يضمن حقوقه من الفريلانسر اللي موجود. وبالفعل كلمني 2 ولد وبنت. الولد الاولاني كان عايز يعمل دعايه للستور بتاعه، اما عن البنت حبت ان هي تاخد كورس. وبالمناسبه يا صديق الخدمتين بتوعي، اول خدمه وهي ان انا اعمل لك اعلان على صفحات، يعني انت لو صاحب بيزنس او صاحب ستور او صاحب شركه معينه لاي ويب سايت او اي ابلكيشن انت تقدر تدخل تكلمني، تقدر تكلمني على منصه ساعد وبكل سهوله، وهيكون في ضمان لحقوقنا احنا الاثنين. فكان من ضمن الخدمتين هي اول خدمه ان انت تعمل اعلان على صفحتي او تاخد كورس لصناعه المحتوى لايف لمده 4 ساعات، وطبعا نقدر نقسم الساعات دي على مدار الاسبوع او على مدار الشهر. وبالفعل يا صديقي جات لي خدمات على الخدمه دي وعلى الخدمه. اول واحد كان عايزني اعمل له فيديو دعائي ليه، اما بالنسبه يا صديقي لتاني واحده فكانت عايزه تاخد الكورس. وبالفعل يا صديقي كنت قاعد ساعتها وجات لي نوتيفيكيشن لان هم كمان عندهم ابلكيشن على الموبايل تقدر تتابع منه الخدمات وتقدر ان انت تظبط منه شويه حاجات كده في البروفايل بتاعك بسيطه، وكمان تقدر ترد من عليه على الرسائل اللي بتجيلك وتكلم اي عميل يكلمك. وبالفعل يا صديقي اتفقت مع العميل وبعت له عرض سعر، وده العميل الاولاني، وعملت له الفيديو وبعته له في نفس اليوم. اما عن تاني عميل او تاني كلاينت وهي كانت البنت، وطبعا انا مش هنزل الشات لخصوصيتها، طلبت مني ان هي تتعلم حاجات في اساسيات صناعه المحتوى زي مثلا تظبيط الاضاءه، تظبيط الكادرات، ازاي تتكلم قدام الكاميرا ويكون عندك جرأة. فاحنا فعلا ظبطنا ان احنا اخذنا ساعتين من ال4 ساعات، وبالفعل ظبطت دنيتي وظبطت الانترنت عندي وطلعنا لايف ويب كام وبدات ان انا اشرح لها كل حاجه بالتفصيل. وبالمناسبه اني احب اقول لك ان بيكون في جزء من الاداره موجود معاك في اللايف لو انت احتجت. ده غير كمان ان الشخص اللي بيكلمك وانت بتشرح له في اللايف مش شرط يكون فاتح الكاميرا، وممكن ان انت تقدر تتحكم في الميوت وتقدر تتحكم في داشبورد ويبقى ليك بورد تشرح على البي سي نفسه على الموقع عن طريق ميريت هاب تبع موقع ساعد. وبس يا صديقي بعد ما خلصت الخدمه الثانيه كمان تم الدفع، وتم الدفع كمان في الخدمه الاولانيه. وبالمناسبه يا صديقي هو كده كده بيدفع قبل اللايف، طب بمجرد ما احنا بنقول على الخدمه وعرض السعر بيدفع الجزء وبيفضل محجوز في الموقع، ولما بيكون تمام هو بياكد عمليه الدفع ان هو عايز يدفع، وكده يبقى الموقع بقى وسيط ما بيني وما بين المشتري، وانا وصلتني فلوسي وهو كمان وصلته خدمتي. وبالفعل ما كدبتش خبر وطلبت طلب سحب عن طريق ويسترن يونيون. وهنا انا عند ويسترن يونيون اهو رايح، وده ساعد الفلوس اللي جات لي من ساعد، وهو اي باج ويسترن يونيون، ودي الفلوس وده اثبات السحب. فاظن كده ان الموضوع صادق. انا عايز اقول لك يا صديقي ان انا تقريبا لحد اخر لحظه ما كنتش مصدق الموضوع، يعني انا عايز اقول لك بجد انا انبهرت من الموضوع انه وصلني تقريبا، طلبته بالليل وصلني تاني يوم الصبح، وجالي مسج بكل بساطه ان انا اقدر اروح استلم فلوس. وبالفعل هم ارسلوا من هنا، على ما رحت ويسترن يونيون كانت فلوسي وصلت. وهو ده يا صديقي اللي شجعني ان انا اطلع اتكلم عن موقع ساعد. خليني كده بقى ننتقل لحته انت تقدر تشتغل ايه على موقع ساعد. اولا انت لو ديزاين، لو ريتاتشر، لو فيديو اديتور، سواء بتستخدم برامج مونتاج
مونتاج او هكذا، لو انت رسام او مدرس وحابب تدي دروس اونلاين، او لو انت شخص ليك في الفويس اوفر، او لو انت بلوجر او انفلونسر او كونتنت كرييت، تقدر ان انت تشتغل على منصه ساعد. وبالمناسبه احب اقول لك ان المنصه ما بتاخدش نسبه كبيره، وبتتراوح من 10 ل 20% كحد اقصى، وده طبعا بتاريخ تنزيل الفيديو. ساعد كمان بتوفر لك كل الادوات اللي انت ممكن تتخيلها او ما تتخيلهاش، وبصراحه ربنا انا اتمنى لهم التوفيق لان هم اثبتوا لي مصداقيه. طب انا طالع بقى ليه بتكلم على الفيديو في كل ده؟ عشان خاطر في مفاجاه، وعشان خاطر انصحك نصيحه. موقع ساعد موقع لسه جديد، ما عليهوش بروفايدرز كتير، ومن ضمن مشاكل مواقع العمل الحر ككل هو انك انت في بروفايدرز كتير او فريلانسرز كتير الله اكبر عليها بقت حيتان. فبالطبيعي عشان تدخل انت اول واحد وتبدا انك انت تلاقي اول شغلانه ليك، انت ممكن تقعد فتره طويله جدا على ما تلاقي اول شغلانه ليك، برغم ان انت البروفايل بتاعك قوي. لكن موقع ساعد بيقدم لك الميزه دي ان هو لسه جديد، فما عليهوش ناس كتير، فانت تقدر بصفتك راجل فريلانسر تقدم في موقع ساعد، وكمان تقدر يبقى عندك فرصه ان انت تتقبل في شغلانات اسرع، لان كده كده الموقع جديد. وده من وجهه نظري هو اهم شيء في موضوع الفريلانس، هو ان انا الاقي اول شغلانه او اول شغلانتين بسهوله، عشان بعد كده الشغلانات تتوالى عليا بكل سهوله. وميزه كمان في موقع ساعد انك انت تقدر تسحب فلوسك تاني يوم ما تم الدفع، مش شرط تستنى 14 يوم وتفضل متداين للي هنا واللي هناك على ما فلوسك تجيلك. لا يا صديقي، انت خلصت النهارده شغلك، اطلبه في نفس اليوم لو انت بدري، او اطلبه تاني يوم، سواء بقى حسابك البنكي، سواء بقى ويسترن يونيون، سواء ايا تكن طريقه الدفع الخاصه بيك. والمفاجاه يا صديقي اللي انا راكنها لاخر الفيديو هي ان منصه ساعد عندها استعداد تدرب 20 شخص لو عنده مهاره على الفريلانس. لا ومش بس كده، هي هتجهزه لسوق العمل الحر بشكل عام. برضه مش بس كده، في خدمه عملاء على مدار ال 24 ساعه هيكونوا بيتواصلوا مع ال 20 شخص اللي بيتدربوا عشان خاطر يمشوا معاهم خطوه بخطوه من الصفر للاحتراف. برضه مش بس كده، كل المفاجاه دي ال 20 شخص مدعومين بالكامل من منصه ساعد كدورات تدريب مجانيه للفريلانس. وكده يا صديقي هتكون انت اتاهلت من بدايه الدوره لحد ما تسجل حساب في ساعد، وتقدر تجيب دخل وتقدر تعمل زي ما انا عملت. استنى مني فيديوهات اكتر عن منصه ساعد هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو لو انت على اليوتيوب، او تعمل لايك وفولو على الفيسبوك. وبس كده، كان معاك خيري تك وجراسيا سمير.